عودة إمام عاشور تفرح جمهور الأهلي بعد تعافيه من الوعكة الصحية. الأهلي يتأهل رسمياً لدور المجموعات رغم النقص العددي. الزمالك يدرس تعديل الجهاز الفني بعد تراجع المستوى. منتخب مصر يحدد موعد المعسكر المقبل استعداداً لأمم إفريقيا. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو 2-1 ضد برشلونة في قمة نارية. تشيلسي يسقط مجدداً في البريمير ليج. بايرن ميونخ يواصل انتصاراته في ألمانيا. التفاصيل: عودة إمام عاشور تفرح جمهور الأهلي. بشرى سارة لجمهور المارد الأحمر. كشف الجهاز الطبي في نادي الأهلي عن تحسن الحالة الصحية لإمام عاشور بعدما تعافى بشكل كبير من الوعكة اللي أصابته مؤخرا. اللاعب هيبدأ تدريبات خفيفة خلال أيام تمهيدا للعودة الكاملة بعد الفحوصات النهائية. الأهلي يتأهل رغم النقص العددي. الأهلي قدر يتأهل رسمياً لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على إجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 ليكمل تفوقه بمجموع المباراتين 2-0. الفريق لعب ب10 لاعبين بعد طرد جراديشار في الدقيقة 16، لكن الهدف الذهبي اللي سجله عمر كمال عبد الواحد ضمنوا الصعود وسط أداء بطولي من باقي اللاعبين. الزمالك يدرس تعديل الجهاز الفني. في القلعة البيضاء إدارة الزمالك بتناقش تعديل في الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا في اتجاه قوي لتعيين مساعد جديد بدلاً من حازم إمام لدعم الخطط التكتيكية قبل استكمال مشوار الكونفدرالية الإفريقية. منتخب مصر يحدد موعد المعسكر المقبل. المدرب الفني حسام حسن استقر على إقامة معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال نوفمبر استعداداً لخوض بطولة إفريقيا، وفي مفاوضات لترتيب مباراة ودية قوية قد تكون أمام منتخب المغرب لرفع جاهزية اللاعبين. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو 2-1 ضد برشلونة في قمة نارية من العيار الثقيل. ريال مدريد فاز على برشلونة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني. سجل للريال بيلينغهام هدفين حاسمين، بينما أحرز لامين يامال هدف برشلونة الوحيد. النتيجة دي بتأكد تفوق الريال واستمرار صدارته للليجا بفارق مريح. تشيلسي يسقط مجددا في البريمير ليج. تشيلسي واصل نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 وسط انتقادات كبيرة للمدرب ماريسكا اللي صرح بعد اللقاء إن الفريق محتاج وقت واستقرار نفسي. بايرن ميونخ يواصل الانتصارات. وفي ألمانيا بايرن ميونخ واصل تألقه بالفوز على شتوتغارت بنتيجة 3-1 ليعزز موقعه في صدارة البوندسليغا. أما في إيطاليا فاز نابولي على إنتر ميلان بثنائية مثيرة. كانت أبرز أخبار النهاردة من فري كورة أهلي. تابعونا كل يوم في نفس الميعاد علشان توصلكم أحدث الأخبار من مصر والعالم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. أشوفكم في الحلقة الجاية.